ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا دايما بخير يا رب. النهارده نعمل وصفة القرنبيط بوصفة جديدة وسهلة وسريعة، ومش هيخليه يشرب منك زيت خالص. وهنعمله بيضة واحدة بس. اي مزوزة هتعملي القرنبيطة ببيضة واحدة بس؟ ايوه، يلا نصلي على النبي في التعليقات ويلا بينا نبدأ في الوصفة. بس قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا، نحط اللايك، نحط الاشتراك، نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي اللي منورين طبعا معانا في القناة. كده حطيت القرنبيط ايه على النار يتسلق، واخرت الخضرة بتاعته قبل ما يتسلق. كده السلق معانا وطلعته منه. ما تحاوليش تهريه هوي. كده معايا بوله كده احط فيها دقيق والبهارات بتاعتي والملح، واحط ايه حزمة البقدونس عليها، وهحط بيضة واحدة. بيضة واحدة يا اختي، هي مش عجة، هو بيضة واحدة. هو القرنبيط مش بيحتاج بك تعملها بالوصفة دي، والله هتعجبك جدا. هنا دمجتهم كويس مع بعض. تفضلي تقلبي فيهم كده لحد ما تجمعوا مع بعض كويس. بولة تانية فيها دقيق، والتكاية اللي هنا بقى اللي بتخلي القرنبيط يقرمش معلقة النشا. ضيفي معلقة نشا كده، هتخلي القرنبيط معاكي يقرمش وما يشربش زيت كتير. يلا بينا. هنجيب كده القرنبيط، هنحطها في الخلطة بتاعتنا ومن الدقيق على الزيت على طول، بس تهزيها جامد كده عشان يطلع مقرمش ومفلفت وحلو. هحط كام واحدة كده معاكم، وايه اكمل الباقي بعدين وارجع لكم تاني. منساش الاشتراك في القناة يا حبايبي. كده بصوا لونه حلو ازاي، ومشربش نقطة زيت معانا، ومقرمش جدا والله العظيم، مقرمش جدا. هتدعيلي بعد الوصفة دي والله. وكده خلصنا غدانا النهارده يا جماعة. عملت حبة جبنة وحبة قوطة جنبيهم، وبألف هنا على قلبكم وعلى قلب اللي هياكل. وبصوا طعمها تحفة بصراحة، والله طعمها تحفة جدا. جربوا الوصفة دي. ومنساش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم، نتقابل في فيديو جديد.